اليوم من بعد أنا عم بحكي عن حالي ما كنت متوقع إنه حيكون نهار كتير مهم، صار غير متوقع. ليش؟ محكمة أجلت قرارها، وبيانات اللي طلعت من البطالة ما أثرت كتير على السوق، نزلت السوق بس رجعته محله على 90,000. من هون راح البيتكوين. خلينا نشوف سوا. هاي البيتكوين على اليومي. قبل المرة أنا كنت عاطي 2 سيناريو اللي هو الدبليو والام، عفوا الدبليو والكباية. اليوم عم نشوف ونأكد إنه هي عملت طرف هاي الكباية. لحظة أظبطها أوضح أكتر. هاي الكباية وهاي الطرف هون. هلا إنه وصلنا لهون، نحن في دينا ويكند. موضوع بخوف، يعني ما بدها تنزل لهون. إذا نزلت لهون كسرت ساعتها الباترن تبعها للكباية، ما بعتقد راح يصير هالشي. مع انه فايتين على ويكند، عم بعطي رأيي قبل ما فوت بتشارت اكتر. هون عم نشوف، نطلع انه هي من بعد ما نزلت وقفت، هي واقفة هلا على 90,500. بخلال النهار نزلت لمستوى 89,000 ورجعت طلعت على 90,000. هلا اللي بده يصير يا اما تنزل بتدق 89,200 وبترجع بتطلع لمستوى 96,500. هاي عم بحكي بخلال الساعات الجاية أو بخلال النهار كله نهار سبت. في احتمال تاني، إذا بحال من هون ارتدت طلعت ضربت مستوى 92,400 وما قدرت تكسره، ساعتها هون رح ترجع تنزل على مستوى 86,000 87,000 أو 84,500 أقصاها بنزول. فعدة احتمالات. هذا على اليومي. خلينا نشوف على الساعات لنأكد الخبر كيف هي رح تتجه أكتر لنعرف. هلا عم نشوفها هون، هي من بعد يعني شوف طلعوا النهار كيف كله عم تتحرك بالعرض، ما عم تكسر الصندوق أبدا. شوي تحت منه، شوي فوق منه، شوي تحت منه، شوي فوق منه، مثل ما شايفين. هلا هي من تحت. على الأرجح بدها ترجع وتجرب حظها على مستوى 90,800. هي هلا وقفت 90,500. ليش عم بقول على 90,500 800؟ مشان هي على 90,500 كسرت الخط وهلا طالعة. إلا إذا هلا غيرت طريقة أو غيرت رأيها ورجع نازلة. أنا شخصيا ما بتوقع نزولها، بتوقع ترجع تحاول على 90,000، تضرب أول شي 90,800 قبل ما تطلع على 91,500. أنا هيك بتوقع تتحرك بالساعات الجاي على الأرجح. ليش؟ هي عملت مستوى دعم هون وما اخترقت بنزول، فهلا عليها تطلع وتجرب حظها بالطلوع. رح تقولوا جربت هون بالطلوع، رح لكم ايه. هون كمان جربت بالطلوع، رح لكم ايه. هون ما قدرت تكسر، هون ما قدرت تكسر، هون ما قدرت تكسر. كله عملت ريسيستنس عليه، مقاومة عليه اللي هو 91,500 وما قدرت تكسر. كرمال هيك انا عم بقولكم عليها تكسر مستوى 90,800 لنحكي بمستوى 91,500. بس انا بأكد لكم هالمرة، مش حقلكم بأكد لكم، ما حدا بيعرف شو بصير. بس اذا بحال كسرت هون رح تطلع لهون وبقوة، مشان المرات اللي حاول تكسرها وما قدرت تطلعوا. شوفوا هون كم مرة حاولت، دقت عدة مرات وما قدرت. كسرت هون، كسرت طلعت، بس رجعت نزلت هون. من بعد ما نزلت هون ظل هاي الشمعة كسر، رجعت نزلت بس ما سكرت تحت منها، ليكو كانت ضعيفة كتير. وهاي كمان ضعيفة كتير بس ظل دق ورجعت نزلت. هون عم نشوفها بهاي الشمعة الكبيرة القوية اللي كانت قوية، بعدين صارت مقبولة. كمان طلعت وصلت على 91,900 ورجعت نزلت. كرمال هيك هون هدول الشمعتين دقين فيهم. برجع بعيد وبكرر، إذا كسرت مستوى 90,800 هي رايحة على 91,500، واحتمال تكسرها، مع إنه فايتين على ويكند. على الأرجح يعني رأيي احتمالية يطلعوا السوق بكرة. هلا الأيام هي ربن والمومينج افريج 200 سلبيين. ستوكاستيك RSI ولا RSI شو بقولولنا؟ الماكدي عم بيحاول سوري، هيدا الماكدي رايح بالعرض، ما في شي مهم يعني. ما عم بورجينا اذا في فليب ولا لا. ثواني، انا هون ضيعت بالانديكيتورز. ارجع افتح
stochastic RSI هذا stochastic RSI هون عم بيرجع بيحاول يطلع بطلعته الخط الأحمر رايح بالعرض من تحت منه، يعني حركته رح تكون إيجابية إذا بيقدر يوصل، بس يوصل على مستوى 50% رح تشوفوا البيتكوين طالع على مستوى 90,800 بس يوصل على 50، بس هالتحماية الصغيرة. بينما ال RSI عم نشوفه هو طالع والخط الأصفر لاحقه بهيك، يعني خط الموف طالع والخط الأصفر لاحقه. إذا ضلوا اثنيناتهم مكفيين بيكسروا برجع بيته بكرر نحن طالعين على 90,800. هلا طيب دعم والمقاومة، بما انه بكرة ويكند سبت واحد بيكون التريدينج او المضاربة او الفيوتشرز فتحتهم تذكرتهم ضعيفة قليلة، العالم مضايق يا اما مع اهلها يا اما ظاهرة، واللي هو فاذا الساعات الجاي بين من كم شمعة انه رايحة بالعرض رح تكفي بخلال النهار بالعرض مع صعود طفيف ونزول طفيف، بس بينما بالوقت الحالي انه هون كم ساعة اللي جايين هي حركة مبينة انه رايحة على 91,000. هل يا ترى رح تغير طريقة ولا لا؟ نهاية هذا الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، ما تنسونا فولو لايك وشير.